السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض الزيتون المخلل. رمضان جاي اهو، كمان كام شهر. الزيتون موجود في السوق، يا دوبك كده نلحق نخلله علشان ناكله ونفتح عليه على رمضان. معايا 2 كيلو زيتون تفاحي، وانا عملت 2 كيلو يعني كمية صغيرة علشان يبقى سهل ان اي بنوتة صغيرة او عروسة جديدة تقدر تعمل المقادير دي. بالنسبة لي انا بحب اعمل الزيتون من غير اي اضافات خارجية، يعني ما بحبش احط معاه ليمون مخلل مثلا او فلفل مخلل، لا بحب اعمل زيتون يبقى زيتون وبس. 2 كيلو زيتون تفاحي، مع عليهم جزر، كيلو جزر مبشور، 3 حزم كرفس، والكرفس بيوديه في حتة تانية خالص، يعني لو لقيتيه لازم تحطيه ضروري. ومعايا نص كيلو ليمون هعصره كده بالعصارة، هاخد المية بتاعته ونخلي بالنا من غير بذر عشان ما يمررش. وبعدين هاخد بقى القشر بتاع الليمون ده اسلقه على النار. وما ننساش واحنا شغالين زي ما احنا متفقين بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنسبح وبنستغفر وبنكبر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. انا همسك الزيتونه كده بعد ما غسلته طبعا كويس، هشقه كده حاجه بسيطه بالسكينه، او تضربيه بايد الهون او بالهراسه. المهم ان انت تفتحيه فتحه صغيره كده علشان ما ياخدش معايا وقت، لان في ناس بتعمل الزيتونه بحالها من غير ما تكسرها، فبتاخد وقت اكتر من الوقت المعتاد عليه. عندي هنا 2 لتر ميه، طبعا انا خدت الميه اللي مسلوق فيها قشر الليمون. كل لتر ميه هحط عليه 7 معالق ملح. كل لتر ميه هحط عليه 7 معالق ملح، ده المقادير المظبوطه. وطبعا هفتح بعد 3 ايام على الزيتون ادوق الميه، اذا لقيتها الملح بتاعها راح هظبطها بقى واقفلها واشيلها بقى في مكان بعيد عن الضوء خالص، لان مرارة الزيتون بتاكل الملح، فخلي بالنا من الحته دي. هنزل بقى بالزيتون على الخليط اللي انا عاملاه، الكرفس والجزر، وفي قرنين فلفل كده انا هحطهم، انا ما بحبش الحاجه سبايسي، ومش احنا هنا مش بناكل حاجه حراقه يعني. هقلب بقى الجزر المبشور مع الكرفس. عايزه تحطي بقى حبه البركه حطي، مفيش مشكله، حطي اللي انت عايزاه. كل واحده بتعمل الحاجه اللي بيتها بيحبها او ولادها بيحبوها، وزي ما كانوا بيقولوا زمان كل دار ولها مدار. احنا بس بندي افكار لبعض. هجيب بقى البرطمان بتاعي ده مغسول ومتعقم، هحط بقى الزيتون فيه، وهكون مملحه الميه، حاطه عليها نص كوبايه خل، وهجهز زيت زيتون معايا. طبعا عندك زيت عادي مفيش مشكله حطي، بس انا كان عندي زيت زيتون فحطيت. هعبي بقى الزيتون زي ما احنا شايفين كده. ما ننساش واحنا شغالين بندعي لاخواتنا في غزة، ربنا يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم وينصرهم يا رب نصر عاجل غير آجل، اللهم امين يا رب العالمين، ويطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم امين يا رب. هنزل بقى بكوباية ونص عصير ليمون، وهنزل بالمية المظبوطة الملح بتاعها، مية السليق بتاعت قشر الليمون، وهكملها بميه كنت غاليها وسايباها تبرد، يعني ميه كمان متعقمه. هنزل بقى بمعلقتين زيت زيتون، لو ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت طعام عادي. هنا بقى دي اضافه كده معلقه ونص سكر. المعلقه السكر دي ماده حافظه، وكمان بتخلي المخلل ما يمرش منك، يعني الزيتونه تفضل محتفظه بالقرمشه بتاعتها لغايه اخر واحده، وكمان ماده حافظه. هقلبه بقى كده وبعدين هقفله كويس. طبعا هاخد بقى قشر الليمون المتبقي مش المسلوق، انا هسيب شويه نيين، هقفل بيهم وش البرطمان خالص عشان ما يدخلهوش هوا، وهقفله كويس قوي مع الزيت زي ما احنا شايفين كده. ده كده ان شاء الله باذن الله هنفتح عليه على رمضان باذن الله. هقفل بقى كويس قوي، ده هسيبه 3 ايام وهفتح عليه تاني ادوق الميه واشوفها اذا مظبوطه تمام. عايزه ملح بظبطها عشان اقفل بقى، وان شاء الله نفتح عليه على رمضان وتشيليه في مكان بعيد عن الضوء وبعيد عن الحاجه السخنه. هقلبها بس شويه كده عشان السكر يدوب، وزي ما احنا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا، جربي اعمليه في البيت، وسلام.